الزبدة البلدي مفيش أحسن ولا أنضف منها، والزبدة صحية 1000000%. الزبدة الجاموسي أو البقري الاتنين بلدي. أنا دايما بستخدم الزبدة الجاموسي، وزي ما انتم شايفين اهي جات لي طازة لسه مجمدة. هوزعها على حلتين، وهنشوف خطوة بخطوة مراحل تسييح الزبدة، وهسرع الفيديو على قد ما أقدر. يلا بينا نخش على التفاصيل. اول علامه من علامات الزبده اهو، اول ما بمسكها كده شايفين باخد حته صغيره وهي لسه متحنطه اهي. بصوا بعمل فيها ايه بين صوابعي، اقل من ثانيه هتلاقوها وصلت للمرحله دي، ساحت في ايديا وناعمه وما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجه. دي تبقى بدايه حلوه ان الزبده دي زبده طبيعيه مش مخلطه. دي اول علامه. بصوا الزبده مجمده ازاي وناشفه واحنا في شتاء، ولكن في لحظه دابت في ايديا. تمام. اهلا بيكم حبايبي في قناه بيتو تشانل، معاكم داليا، وهنبتدي بقى الفيديو بتاعنا. انا وزعت الزبده على حلتين عشان ما تفرش مني، وعشان تسيح بقى كده على ايه، على نار هاديه وبروقان، لاني يعني عاوزه اقول لكم مزاج عندي تسيح الزبده واشم الريحه كده واستمتع بايه بالمراحل بتاعتها. ريحتها باينه من قبل ما تسيح اصلا، يعني لو مسكت حته كده وشمتها ريحتها زي الفل. شغلت البوتاجاز على الحلتين وعلى نار عالية في الأول لحد ما تفك كده الزبدة وتسيح كلها. هتلاحظوا ان الحلة الصغيرة دي الزبدة بتاعتها هتسيح بسرعة عشان الكمية اقل، والحلة الألمونيا الكبيرة هتلاقي في فرق في التوقيت بين دي ودي، عشان بس هناك الكمية اكبر. فانتي لو هتجيبي كمية صغيرة هتلاقي التسييح اسرع، كمية كبيرة التسييح بيقعد شوية. تمام. هنا لسه فيها كتل بسيطة، انا كل شوية بقلب فيها طبعا، وكل ده على نار عالية. مجرد ما كل الكتل تسيح وتبقى الدنيا كده ما فيهاش اي قطع، ببتدي بقى اهدي النار بتاعتي كده على نار هاديه. شايفين انا بقى ايه، هوريكم كل المراحل كده وهبطل كلام. هتلاحظوا الفرق بين كل لحظه كده. هتلاقوا بقى ايه، بقطع الفيديو بفتحه عشان ما اطولش عليكم. بصوا هنا ابتدت الزبده تبان شوية، لكن مازال لسه في فوم أبيض، لسه هتفصل أكتر من كده طبعا. شايفين الحلة الصغيرة مسابقة عن الكبيرة بدقايق، يعني حاجة بسيطة. شايفين ابتدت تظهر أكتر وأكتر. بصوا السمنة ابتدت تروق، كل ده هيروق كمان. ابتدت تروق، ولو ركزتوا معايا في قعر الحلة هتلاقوا فيه كتل او حبيبات صغنونة. دي المفروض المرتة. لما تيجي بقى تصفي خالص الزبدة وتبقى سمنة وتفصل خالص هتلاقي فيه قطع صغيرة، وهي المرتة. هنشوفها برضو، هوريكم المراحل بتاعة التسوية برضو لحد الاخر، خليكم معايا. الحلة الكبيرة ما زالت لسه متأخرة شوية، ولسه ما رقتش زي الحلة الصغيرة. تمام. عاوزة اقول لكم الريحة رائعة رائعة طبعا، دي حاجة من ضمن العلامات برضو. انا مهدية النار يا جماعة خالص عشان تبقى تستوي براحتها، ما استعجلش وما تشطش. شايفين هنا بقى ابتدت ايه تبان المرتة تحت اهي، حبيبات، هتلاقوها حبيبات صغيرة. احنا بنستنى عليها وهي على نار هاديه لحد ما الحبيبات دي بتبقى الاول بيضه، شويه شويه تبقى لونها ذهبي. اول ما بتاخد اللون الذهبي ببتدي بقى ان انا ايه اعرف خلاص كده، والسمنه كمان الزبده راقت، ببتدي اعرف ان دي خلاص كده تمام، عشان ما توصلش ان المرته تتحرق في الاخر، لان المرته دي من الحاجات الجميله جدا الحلوه مع الاكل، يعني كتحديقه، او ممكن تحطيها في المش. بصوا بقى هنا عندي البرطمانات اللي هشتغل فيها، ممكن بلاستيك ممكن ازاز، بس لو ازاز كده كده هتحطيها وهي سخنه مفيش مشكله، لو بلاستيك هتستني لما الزبده او السمنه تهدى شويه. بعمل ايه بقى؟ طبعا بعقم، بغسل البرطمانات دي وبتبقى متعقمه. عندك بقى طريقتين عشان تعرفي الزبده دي صفت كميتها قد ايه. على الميزان احط كل البرطمانات فاضيه،
واعرف وزنها كام فاضي. وبعد كده لما اعبيها اوزنها بقى، يبقى واطرح الوزن بتاعها وهي فاضيه من الوزن وهي مليانه، عشان اقدر اعرف الزبده خست قد ايه. دي علامه ثالثه من علامات الايه، الزبده، عشان تقدري تعرفي لو هي خست قوي او هي خست بالطريقه المعقوله. يبقى تعرفي الكميه اللي اتبقت دي طبيعيه ولا مبالغ فيها. طبعا وبنحسب كمان الجزء بتاع المرتة. انا بقى ابتدي هنا، بصوا ادي المرتة بتاعتي، انا طبعا شلت خلاص الحلل، ولازم من ضمن الحاجات اني اول ما الزبده خلاص تخلص تسويتها تشيلي الحلل من على البوتاجاز، لان لو فضلت على نفس العين هتفضل تستوي وتفضل تغلي مع نفسها، لازم تتشال على رخامه عشان تهدى وتبطل مرحله التسويه. بعبي كده بقى البرطمانات بتاعتي زي ما انتم شايفين، بصوا يعني كريستال كده، لونها كريستال. هصفي خالص، وهصفي طبعا الجزء بتاع المرتة، وهوريكم كل التفاصيل. شايفين؟ طبعا ممكن يبقى عندك برطمانات قلت البلاستيك، او في اللي هي الجرادل بتاعه الجبنه البلاستيك، مفيش مشكله، حط فيها بس لما الزبده تهدى شويه من السخونه. اوكي اهو، شايفين؟ تحفه. انا هنا خلصت كل الكميه وحطيت في البرطمان او في الجردل الكبير بتاع الجبنه كمان. ادي كل الكميه، وادي البرطمان الصغير ده اللي فيه المرته. بصوا المرته جميله جدا، والكميه اللي طلعت مرته كميه مش كبيره، صغيره، ودي حاجه برضو مؤشر من المؤشرات الكويسه. وادي السمنه بتاعتنا. طبعا هجيب الميزان ونوزنها بقى بعد ما اتملت. نجيب الميزان ونخليه على زيرو، نصفره خالص، وهنبتدي نحط البرطمانات بتاعتنا. قبل ما املاها كانت البرطمانات فاضية ووزنها كيلو 275. هنحسبها بقى مع بعض كده. انا اصلا كنت جايبة 5 كيلو، تمام؟ دي اول دفعة، وفي دفعة تانية جاية لي 10 تاني، فده كان 5 كيلو اللي سيحتهم. فبصوا بقى، كانت البرطمانات بعد ما اتملت، طبعا برضو كنت وزنه العلبة المرتة لاني هنستفاد بيها بعد ما مليناها. شايفين بقى الميزان مكتوب عليه كام؟ 5 كيلو 349، يعني نقول 5 كيلو 350. تمام اهي. نطرح بقى ال5 كيلو 350 ناقص البرطمانات قبل ما تتعبى اللي هو كيلو 275، عشان نطلع الفرق اللي طار او اللي اتبخر قد ايه فرق. تقريبا اقل من كيلو، يعني 900 وحاجه، اقل من كيلو، احسبوها براحتكم. اقل من كيلو بالنسبه لل5 كيلو يبقى حلو قوي قوي قوي. يعني انا كده معايا 4 كيلو تقريبا، 4 كيلو 75 جرام، فده حلو قوي ان دي كميه اتصفت رائعه كده، معناها ان السمنه بتاعتي تحفه ورائعه، وبالمرته كمان بصوا خطيره خطيره. طبعا كده كميه حلوه قوي، بتدل ان السمنه دي سمنه بيور صافي ولونها تحفه. انا طبعا حطيتها في التلاجة، وتاني يوم قلت اوريها لكم برضو عشان تعرفوا بس ايه يعني شكلها كمان بعد ما تتحط في التلاجة وتطلع. شايفين بيبقى لونها يعني ابيض مايل للخضار البسيط، ده لون السمن الجاموسي بعد ما يتسيح. بصوا شكلها تحفة جدا. انا مصورة الفيديو ده تقريبا قبل 7 يناير، فما كنتش لسه فطرت، فكنت نفسي ادوقها يعني قدامكم والمرته وكده، بس ايه قلت انزله لكم بقى ايه بعد ما نروق كده. شايفين؟ بصوا السمنة اهي، ده تاني يوم. بصوا حتى مش متحنطه كده، لا تحسوا ان هي مرمله، وبصوا سلسه ازاي، بجد رائعه جدا وخطيره. ويعني فعلا ده وقت كمان تبتدوا اللي عاوز يخزن يخزن. بصوا ادي المرته بتاعتي كمان بعد ما مسكت نفسيها. اللي حابب ياخد من عندي فطير مشلتت بالسمن البلدي صافي والقشطه، ادي شكل الفطير بتاعنا اهو فوق. ممكن يتواصل معايا، او الفايش الصعيدي
باللبن والسمن البلدي وخميرة السمسم. وكمان بنعمل القرص الطرية، بنعملها سواء بالعجوة، محشية بالعجوة زي ما باين في الصورة برضو فوق كده، أو سادة. يتواصل معايا على جروب البيع، جروب بيتو للشوكولاتة والحلويات بالعربي، أو على الفيسبوك طبعا، أو على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامكم، وفي عروض اسألوا عليها. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين.